انا عايز افهم والله العظيم، هي الوطنيه فين؟ او يعني ايه الوطنيه؟ ان انت مثلا تشجع بيراميدز، او انت فرحان ان بيراميدز خد دوري الابطال، فهي دي الوطنيه يعني؟ طب انا مش فاهم. طب ما الاهلي خدها سنين قبل كده، ما كنتش بتشجعه عادي ولا بتبقى فرحان؟ فانت القصه انت بقى كزملكاوي ان انت فرحان لبيراميدز، او انت بتشجع، مش بتشجع بيراميدز، مفيش حاجه اسمها بتشجع بيراميدز. انت فرحان ان بيراميدز خدها دوري الابطال، عندم في الاهلي او غيظا في الاهلي، او اداء جمهور الاهلي، او اداء الاهلي. فاحنا فدي الوطنيه بالنسبه، لا انت حتى لو دلوقتي في الوضع اللي احنا فيه، الناس دي الفئه دي بتاعت الزملكاويه دول، لو الزمالك ذات نفسه خد البطوله، مش هتبقى فرحان ان انت خدت البطوله، ولا الزمالك خد البطوله، ده في المشمش يعني. لا ده انت هتبقى فرحان ان انت بتغيظ الاهلي، او بتضايق الاهلي او جمهور الاهلي. فخلاص دي بقت نواياكم وسكتكم، وبقت معروفين يعني. فما تجيش تقنعني مثلا ان انت في ماتش الكاس مثلا، يعني انت دلوقتي انت هتشجع مين طيب؟ بيراميدز ولا الزمالك في ماتش الكاس؟ بس انت فالح تقول لي ده نص اللعيبه بتاع بيراميدز، او تلات ارباع اللعيبه زملكاويه. طب ما انت هم اللي سابوك في الاخر، او انت اللي سبتهم؟ طب مفهوم لعيبه من الاهلي اول ما ابتدت بيراميدز اصلا كانت كلها اهلي. ولا انت ناسي شريف اكرامي وناس رمضان وناس عبد الله السعيد وناس احمد فتحي؟ ما هو كان بادئ بالاهلي اصلا. ما كناش فرحانين يعني. انت دلوقتي انت بتبان ان لعيبتك بتسيبك وتروح هناك. ده مصطفى فتحي ما كانش راضي يرجع لك عشان يفضل في بيراميدز عشان الفلوس. فانت بتبان ان لعيبتك سايباك وبتلعب هناك، فخلاص فنسميه الزمالك بيه او الزمالك اتنين، او هو ده النادي اللي خد مكانك. فبدل ما انت تبقى متضايق، طب انا متضايق ان احنا طلعنا من قبل النهائي وان بيراميدز خد البطوله، ليه؟ كنت عايز نادي انا اللي ياخدها، مش حد تاني. فدي ملهاش دعوه بالوطنيه خالص يعني. فدي الحته بتاع بيراميدز وحته الزمالك، وهم خدوا البطوله ما كنتش بشجعهم طبعا، ودي ملهاش دعوه بالوطنيه. ولو الزمالك وبيراميدز مش هشجع الاثنين عادي يعني. اي حد بيكره النادي الاهلي مش هشجعه ولا ادعمه ولا اي. دي ملهاش، دي كوره يعني. مش ما ينفعش انت مثلا تبقى تشجع فريقين بيلعبوا نفس البطوله مثلا او نفس الحاجه يعني. طب انت ماشي معاك الحق شويه، انت مش مشارك في البطوله، شجع اللي انت تشجعه. بس الاهلي لما بياخد البطوله انت ما بتعملش نفس الكلام، ما بتقولش وطنيه ونادي مصر خد البطوله ومش عارف ايه. طلع ميدو قبل كده قال لك لا مش هنشجع الاهلي في كاس العالم ومش عارف ايه. طب احنا هنلعب في كاس العالم وهنبقى احنا الوحيدين اللي في مصر المشتركين، واحنا اللي باسم مصر، واحنا اهو خلاص الشهر الجاي، اهو في شهر 6، الشهر ده اللي احنا فيه خلاص 10 ايام وهنبتدي البطوله. اي حد زملكاويه هيشجعونا، بيراميدز هيشجعونا، اي حد في مصر هيشجعنا؟ لا، ما فيش غير جمهور النادي الاهلي بس، ولا هو اللي هيشجع النادي الاهلي. فخلاص بلاش ندخل بقى القصه دي والنبي، ارحمونا شويه. نخش في قصه رامي ربيعه واكرم توفيق. والله اكرم توفيق قابلني امبارح وانا بقلب على النت، طالع مع ابراهيم فايق. يعني ما رضيتش اخش اشوف هو بيقول ايه يعني. العنوان كان بيقول لك انا طلبت من النادي الاهلي، يعني قلت طلباتي وما اتنفذتش، ده العنوان يعني، ان انا طلبت طلبات ومحدش رد عليا، او ما اتعمليش اللي انا عايزه يعني. شفت العنوان، انا ما رضيتش اخش يعني مش هقول لك هو قال ايه ولا اترد عليه بايه، ما دخلتش والله يا اكرم عشان اشوفك يعني. مش هضيع وقتي. انت زي ما رام قال لك ما حدش يتفرج عليا، فانا مش هضيع وقتي. خلاص سبت النادي الاهلي وخلاص ومشيت، ربنا يسهلك بعيد عننا، فعادي يعني. فانت بقى لو علي معلول بقى، نيجي العكس بقى، علي معلول او السوليه، شفت النادي منزل لهم صفحتين بيان شكر وخلاص واعتذار وخلاص واستغنى ومش عارف الكلام ده. ده اللي تخش يعني. لو انت مثلا يا ابراهيم يا جايب عمرو السوليه، جايب علي معلول، كل الاهلاويه يخشوا يتفرجوا عادي يعني، وبالذات علي معلول يعني. خلاص ده بقى اسطوره من اساطير النادي يعني. فده الفرق. ما هو برضه الكابتن سيد قال لك اما كان برضه مع ابراهيم قال لك مش تقيس نفسك وانت داخل النادي. كده كده اي حد بيبقى داخل النادي دعم وفلوس واعلانات ومش عارف ايه كل الكلام ده، وانت خارج بقى طيب يا اكرم انت مبسوط وانت خارج يا اكرم انت وعم رامي؟ طب ما هي نفس قصه رمضان صبحي يعني. انت لو بصيت هي قصه نفس الفلوس يعني. هو مش عشان الفلوس يعني، اكرم بيقول لك طلباتي، ورامي بيقول لك مش عارف ايه مستقبلي، وده مش عارف بيقول لك ما تتفرجش عليا، ودخلنا في قصه غريبه. فده الفرق. لكن علي معلول والسلام عمرنا ما شفنا منه مشكله، ومؤدب وكل حاجه وجاب بطولات. وفي الماتش بتاع القضيه ممكن هو اللي كان جايب الجول الاولاني يعني هو مساهم في حاجات كتير مع النادي. علي معلول برضه مساهم، ولا نسينا برضه. فده الفرق مع نفس يعني اتنين اهو، النادي استغنى عنهم واتنين كانوا هم اللي عايزين يمشوا. وشوف الفرق ما بين الجمهور بقى بين الاتنين، قيس نفسك مع الجمهور بس. انا والله اكرم شفنا العناوين وشفنا الصور ان انت طالع مع ابراهيم فايق، ما دخلناش بصينا ولا هنخش نشوف يعني. مش مهتمين انت هتروح فين ولا هتقول ايه ولا ايه اللي جاي، ما احنا عرفنا الموضوع وخلاص يعني. سواء انت سواء رامي ربيعه. نخش على تريزيجيه. الاعلام بتاع تريزيجيه بس بقى، عشان هم كل اعلام بقى يمسكوا لنا بقى في المسكه.
في 3 ورقات كده تريزيجيه بيلعب بيهم الكوتشينه، احنا جايبينها لونها ابيض ليه؟ يعني انا بقول لك اهو من دلوقتي هيقولوا لك ان احنا بتوع ال3 ورقات وبتشتمونا احنا، واحنا عشان اللون ابيض زي عربيه الاسعاف، والواد واللي كان لابس ابيض في الاعلان بتاع الاتصالات، وقعدوا يرنوا على شركه اتصالات ويشتموهم وعمالين وخدمه العملاء عايزين نغير الخطوط ومش عارف ايه. ده تفكيرهم. هيجي برضو امام عاشور ليه البالونه بيضه في الاعلان بتاع تريزيجيه؟ ليه ورق الكوتشين ابيض؟ والله يعني ليه ابيض؟ يعني احنا الزمالك بتوع ال3 ورقات واحنا مش عارف ايه. هيسيبوا كل ده وهيمسكوا في دي، زي قصه زيزو معانا لحد يوم 1/7. ليه يا ابني؟ عشان ما يروحش يلعب كاس العالم للانديه. طب برضو ايه المشكله عندك انت؟ طب انت بتأذي لا يعني هو الراجل اذاك في ايه؟ ان هو ما جددلكش وما لعبش عندك، مش لاقي الفلوس، مش لاقي المقابل اللي عندك، مش لاقي البطولات، فسابك ومشي. يعني احنا مثلا رامي واكرم ماشيين، في حد من النادي يأذيهم مثلا او بيفكر يأذيهم؟ طب ما عبد الله السعيد ادينا له فلوس ورجعنا له عقده، وشيكابالا كان جه ورجعنا له عقده، وائل اباني كان جه ورجعنا له عقده، ما اذناش حد في حاجه يعني. فانت مش عايز زيزو يلعب كاس العالم للانديه، فانت كده بتضر النادي الاهلي مثلا. يعني انت متخيل يعني ان احنا واقفين على زيزو؟ طب ما افرض زيزو ما كانش جه اصلا ولا ما كان هو اللي موجودين، هيروحوا يلعبوا عادي يعني.